عبد القادر، سمعت رد على اكرام ولا ما سمعتوش؟ سمعت الرد تاعها. نعم، ريح معنا نسمعوها، نعطيك تعطينا بتردك في كلمه نسمعوها مع بعضنا، ريح معنا. السلام عليكم اختي، ما نقدرش نقول لك على شخصها، مش على مدرسها، خاص تقصوا على هو ذا كيما هذا. دوختي ما عنديش كيف نحكي في كل واقعي فيها فاهم، مش كيما هو حتى الدنيا في الدين هو زي السين وراح صباح كاع نقول انا صاحبتها اساس حتى واحد مثلا شكرا. انا بغيت نصبح البارح انا اللي مبغيتش نهضر، صح الحمد لله ربي ثبتني منه، جابني هنا الشيخ بنديه يخدم انواع وربي ثبتني منه الحمد لله. هذه دوك نطلع على فيديو تاعه. هذه كلمه مهمه في اخر كلامها، قال جابني باش يخدم بيا انوار، حابين نفهموها عبد القادر واش معناها؟ هذه انوار ما على باليش، احنا في الملكان نقولوا واحد انوار معناته ما عندوش لورا، هذه معناتها انوار في الملكان ولا في الغربه تاع الغربه التقسيم يقول لك انوار معناتها ما عندوش لورا، يعني حرق. الحمد لله بكواطي مع يقدموا يعني حرق. انا عندي باسبور امريكان وكل عام نهبط البلاد والناس كيعرفوني، ما انوار ما خدام طاكسيه في نيويورك، راني تتعاون درت واحد الفيديو حطيت البيرمي تاعي تاع الطاكسي وانا بيرمي تاعي من 2009 راني خدام طاكسيه. هذه وحده. ثانيا انا فيها خوف ربي، ما خاف منها ولا منك ولا من واحد اخر، خاف ربي باسكو انا بصراحه ما نديرهمش. ثالثا هذاك الشهر 13 يوم اللي كان معايا يمكن درنا في الدار عندي وين نسكن انا يمكن 3 ايام باسكو كل يوم يعادونا صحابي في كارولاينا في فيرجينيا، روحنا ميامي، ما عندناش مابا في الدار وين تنجيب هاد الرجاله كيما قالت لي ربي يوكلها. رابعا عندي اختي انا جايبها مربيها من الجزائر، عندها 10 سنين كانت عايشه معنا. خوتي بغيت نقول لكم انا هذه مانيش باغي باش نربحها، مانيش عارف اختي عندها 10 تقدر تقول لكم عاشت معها هذيك 10 ايام. والله يا اخي والله يا اخي والله العلي العظيم اذا هي جابت الراجل وربت في فراشي حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب عبد القادر، نسمع راي والد اكرام لانه حتى هو جرينا معه اتصال هاتفي لانه رفض التصريح في القضيه، ثم نرجع لك نسمع هذا المكالمه. سامعك. الو. نعم سامع الانوار. واخويا شوف كاينه واحد الضجه حول القضيه هذيك تاع اكرام وسي عبد القادر. اكرام واه نحن قناه النهار حبينا اذا امكن نديروا مع سيادتكم اتصال هاتفي تمدوا فيه وجهه نظركم تجاه القضيه هذه، لانه الجزائريين كامل راهم يتحدثوا على القضيه هذه. واه يا اخويا لا ما نجمش تقدر تعطينا الروايه فقط واش كاين؟ لا اخويا مشكله معقده بزاف والله تعطينا تفاصيل، نحن ماذا بينا يكون الراي والراي الاخر باه ما نظلموا حتى طرف يعني. وعلى بالي بارك الله فيك. اخر امي ديالها ثاني عائليه، هذه مشكله عائليه بارك الله فيك. راهي دايره ضجه على بالك على مواقع التواصل الاجتماعي. دايره ضجه انا دايره ضجه كيف دايره ضجه؟ اذكر راك شفت يعني في فيسبوك وش يهضروا في الجرائد لا شكون ولا خاطيني قاعد صراحه لا خاطيني ماذا فينا والله تعطينا وجهه نظر تاع العائله لا اسمع على الاقل يعني ما نظلموش حتى طرف. لا احنا مظلومين، احنا في البلاد مظلومين، اللي حلينا عينينا اخويا احنا مظلومين في البلاد هذه. هي معليش نحن قادرين نعاونوكم في هذه لا شوف لا اللي عاونا هو ربي، يوم القيامه احنا ندو حقنا من اي واحد ظلمنا، يوم القيامه ندو حقنا هذا مكان. انت تنفي وجع على لسان هذاك الطفل. لا ربي يعاوني سبحانه، ربي يعاوني سبحانه. معليش ربي يعاونك، بس الراي العام لازم يعرف الحقيقه هذه. هذه ولا الراي العام، هذه حقيقه مليون الف حقيقه راه هنا في البلاد هنا ما كاش اللي يعرفها، وحقيقتي اللي ولات تضر العالم تاع هذه فما يقول خويا. عبد القادر، سمعت راي الوالد قال باللي قضيه معقده كثير، ما طبيعه العلاقه بينك وبين والد اكرام؟ هل يرفض الحديث اليك او هل تحدثت له عن الموضوع؟ اوكي انا مشيت للبلاد، مشيت للجزائر باش هضرك نعرف باش نفوق على الناس، مشيت للبلاد لو 28 لو بريمي ولا تلاقيت مع والديها عرضوني في الدار، مشيت عندهم فرحانين هذا معنا قدام الناس هذا المشكل. اوكي بعد ما طلعوا من هذا المدار وليت نمشي عندهم للدار. اوكي كل يوم يقول لي انا نعيط لمرتي في التليفون ما يستفد عليا التليفون واش كاين؟ قال لي باللي راهي طاحت مريضه وواحد عنده واحده صاحبتها راهي قاعده في الدار، صايح لها بروبليم تاع اختي، ما نسيتش باللي اختي صايدتها الامريكانيه، قلت انا معليش هذه مرتي عيط لها في نهار في ساعه 168 مره راني نسجلها ما هزتش عليا التليفون، كل يوم نمشي عندهم من بعد قال لي سؤال اخويا ما نمشيش نستقبلك، مشيت العصر قاعد واقف عند باب دارهم قال لي نو، قال لي عاودوا لي المغرب قال لي صاير في الروضه، بعد قال لي الموطور راهي اوفان، بعد عاود يستقبلني قال لي وانا سمح ما قلت حاجه على ابوها، قال لي خويا هذه بنتي راني متبري منها قال لي هذه كاع ماشي بنتي، قال لي وراد الحجاب اللي كنديرو وانا ما ربيتهاش في مغرب على حد قول والله اعلم. اوكي والحاجه الثانيه كاع من هذوك اللي فوتو قدامنا نحطهم في الفيسبوك بعثهم لكوها باش يعرف ماشي باش يضروا ولا اصلا هذه بنته وغادي نطلقها يقول هذا لا طلقها، بعثهم لكوها وبعثهم لخوها عندها خوها ثاني ما شاء الله سمو حكيم، بعث لهم هذه اللي فوتو وليت نعيط لهم على بنتكم دير ليها هضروا مع بنتكم عقلوها قال لي خويا ما تزيد تعاود عيط لي، قال لي انت تزوجت معها دبر راسك انت وياها، قال لي انا انت ما تزيد تعاود عيط لي، عيط 3 4 10 20 خطره ما ولا شي هذا عليا التليفون، قال انت اخويا اش بدني نقول هذه العلاقه اللي عندي معاه. طيب سؤال اخير، الاكرام الان عندها وثائق امريكيه؟ وثائق اقامه؟ انا جبتها غير فيزا من الجزائر، قلت لها اوكي انا لو كنت جبتها الاوراق كانت تستنى 6 شهور في الجزائر. اوكي انا قلت نجيب لها فيزا وهذيك 6 شهور اللي تستناها تعيشها معايا هنا في امريكا باش نقدر نقدم لها الاوراق، بغيت هذيك الوقت تعيش وهي في الجزائر تعيش معايا معنا الاوراق، انا غير فيزا وتكمل لها في سبتمبر خاص للفيزا. الفيزا. طيب عبد القادر، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا عبر الهاتف من الولايات المتحده الامريكيه في هذه القصه، شكرا جزيلا لك. نهار وشكرا والسلام عليكم. وعليكم السلام. مشاهدينا نذكركم باننا حاولنا كما شاهدتم قبل قليل اتصال بوالد اكرام ولكنه رفض الحديث ورفض الخوض في القضيه. اكرام ايضا صرح تصريحا مقتضبا كنا بثيناه قبل قليل وقالت انها ستبث فيديو حول هذه القضيه، سنناقش بالتفاصيل ولكن بعد الفاصل مشاهدينا. الحجاب اكرام حرام عليك، اليوم غدوه كل شهر العسل، وهذا الحجاب اللي نعرفه على اساس فهمتي ما نقدرش نفوت عليها ديال الحجاب كيما ما نقدرش نقول هكا الحجاب ما نقدرش نفوت عليها الحجاب. انا اللي فوتو تاعي في الجزائر والنهار اللي عرفتها واول مره تلاقيت معاها والنهار اللي خطبتها والنهار اللي كنت والديه والنهار اللي شافوها كلشي بالحجاب يا خويا. كي جات هنا ما نجيش نفوت عليها بالحجاب، انا ما تجيش تفوت على واحد يدير حاجه، ما تجيش تفوت على واحد ما يديرش حاجه. كل يوم قعدت معاها غدوه اليوم غدوه ان شاء الله اليوم غدوه ان شاء الله اليوم،
ورقم عارفين اللغه تاع لي صور. طيب سؤال اخر عبد القادر، الكثير ايضا يتساءل يقول كيف لشخص الصور توضح والفيديو انه تزوج بفتاه وقضى معها شهر العسل وقضى معها حوالي 3 اشهر او 4 اشهر متزوجين، ثم فجاه تهرب عليه شهر و13 يوم، شهر و13 يوم، ثم فجاه تهرب عليه بطريقه مفاجئه وتسبب له كل هذه المشاكل. ربما هناك لغز وانت تخفي هذا اللغز. يا اخي انا اللي يعرف هذا اللغز هي اكرام، والله العلي العظيم. انا هبطت 28 افريل للجزائر، 28 افريل هذا 2016 هبطت للجزائر وروحت عندهم لدارهم وهي تعيط لي ودير ميساج بيناتنا، كاع ميساج عندي وكي راك راجلي وكي راكي زعما علاقه عاديه بين مرتي بين المراه وراجلها وانا في دارهم وكاع. من دار لي صالح دار صالح على ما هربتش لوكاتنا، على ما هربتش لوطرونت، على ما هربتش مانيش عارف. لقيت واحد تديها للقمر وحدها في القمر كومبلي ودير لك حاجه اللي ربي ما يبغيهاش. انا ما فسدتها ما والو، انايا عايش مع ما واختي كنا في شهر العسل، خرجنا هذوك لي فوتو ما درتهمش باش نحطوا هذوك لي فوتو فريدي انا وياه باش نبين باسكو قالت لهم كان حاقرني اول مره. كيفاش انت في ميامي وانا حاقرك؟ سي عبد القادر، الشيخ شمس الدين يتحدث معك، يمكنك تبادل الحديث معه. تفضل الشيخ. اخ عبد القادر علاه ما طلقتهاش اول مره؟ السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل عبد القادر. قال لك الشيخ شمس الدين لماذا لم تطلقها من اول مره في بدايه الامر؟ من اول مره علاه خليتها حتى طلقها في بدايه الامر. انا كنت في الجزائر ما بغيتش ندي حتى ديسيزيون حتى نجي الماريكان. كي وصلت الماريكان شفت هذو لي فوتو كاع طلقتها. واش غادي ندير؟ طلقتها وراهي عندي قضيه في محكمه في وهران والقضيه راهي تمشي باش نطلقها. طلقتها انا مازال ما طلقتهاش. طلقتها لفظا مش اداريا. طلقتها باللفظ يعني بالنية قلت لها انت طالق بالنية واداريا. اخ عبد القادر ممكن سؤال اسمح لي الله يرضى عليك. حكم بالطلاق بس اخ عبد القادر انت تسمع الى الشيخ، انت تسمع كلام الشيخ شمس الدين. اخ عبد القادر سؤال اخير ما نسالكش بعده. تفضل شيخ. الو. انت يا قلت باللي تزوجتها لانها متحجبه وبكات على الرسول. لو كان وحده من اثيوبيا بكات على الرسول تزوج بها انت يا؟ علاش لا؟ على اثيوبيا ماشي امراه انت تزوج بها لانها جميله، دعك من فكره تزوج بها لانها بكات على الرسول. لو كان جيبوا لك وحده من اثيوبيا ولا من الصومال ولا من انغولا بكات على الرسول كنت تتزوج بها؟ انا غدوه نجيب لك وحده بكات على الله ماشي على الرسول. نقول لك عليه يا شمس الدين. انت يا لو كان عيني على لانها جميله خرج بها واضحه. زيدها على صفاتها. لما نسيت هذا انا ما نلبس الحجاب كان عليك ان تسرحها. طيب الشيخ حتى نستطيع ان نسمع فقط لانه ما نقولش نسمعكم في اثنين. تفضل عبد القادر. سمعت ايش قال لك الشيخ؟ قال لك اذا كانت من اثيوبيا تبكي على النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها. تفضل. وعلاش لا؟ وعلاش لا ما نتزوج بها؟ وانا شكون انا؟ نتزوج من اثيوبيا ونتزوج من الافريق دي سيد ونتزوج هذه مرات تزوج بها حلال عليا نقدر نتزوج بها وعلاش لا؟ علاش ما نتزوج معاها؟ طيب الشيخ شمس الدين قبل قليل قال لك كلام مهم جدا. قال لك ما دام انت طلقتها والفظ لفظ الطلاق ومدت الاجراءات الاداريه لكي تطلقها هي صارت امراه اجنبيه عليك، لماذا تنشر صور امراه اجنبيه؟ هذه صور نشرتها الان. بصح هذه الصور ما كانت مازال مرتي. هذه الصور جاوني شويه روطار. هذه الصور اللي نشرتهم كانت مازال في اسمي هي درك الان مازال راهي في العده معايا. عبد القادر الانسان اللي عنده مرته ما ينشرش الصور تاعها الفاضحه. انت راك تنتقم، الحقد هو اللي يحرك فيك. انا حاب ننصحك ان تتخلى عن الحقد، تستعمل عقلك. والله يا اخي والله يا شيخ ما هذا حقد، هذا والله ما حقد. هي حاطه فيديو تاعها لوحدها قبل ما نعرفها كاع. على جال هذاك الفيديو تزوجت معاها تبكي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وانا هذا الفيديو هو اللي عجبني، بغيت نبين باللي ماشي كاع الناس اللي تشوفوه في الفيديو يبكوا. يا عبد القادر كاينه نقطه مهمه جدا حابين توضحها لنا في هذا المباشر. انت هزيت التليفون وكلمت اكرام وقلت لها انت طالق ولا ما لفظتش؟ تلفظت باللفظ ولا ما تلفظتش به؟ تلفظت به. معاها مباشره. معاها تكلمت فيه قلت لها انت راكي طالق. طيب ممتاز. الشيخ شمس الدين قبل قليل قال لك كلمه مهمه جدا. قال لك الان لو نفرض انه بعد شهر شهرين 3 اشهر ترجع اكرام فرضا لا اتكلم من باب المتاكد ولكن فرضا انها مخطئه، هذا احتمال، وترجع الى جاده الصواب وتتوب الى الله وتقول لك اني كنت غالطه، ولكن بعد تلك الفتره تكون كل صوره على الانترنت. اترضى بهذا الامر؟ يا اخي هذا السؤال الجواب تاعو باين. انا جزائري وكابر في الجزائر، هذا الشارب تاعي طاح. لو كان تبقى هي مرة تاليه في الارض كاع كيما دارت ما نعاودش نولي معاها. لا مش انت تولي،
مش انت تولي. يعني فرضا هي تابت ورجعت للطريق الصحيح ورجعت لحجابها ورجعت لكل شيء وحبت تعاود تتزوج من جديد، هي مطلقه تقدر تتزوج عادي. صورها ترضى بان تبقى يعني على الانترنت بهذه الطريقه؟ يعني الان صورها يا اخي غادي نقول حاجه، انا حقيقه حطيت صور تاعها البارح، الناس حطوا هي الفيسبوك تاعها فتحت روحها، انا ما عنديش هي حاطه روحوا شوفوا الفيسبوك تاعها يا ناس، هي حاطه في الفيسبوك تاعها مع راجل اجنبي، راهي في العده تاعي ما زالت راهي في الماغرين طلقه، لابسه الميني يا اخي، لابسه الميني احمر ومع السيد في قهوه ولا في ريستورون ولا والله اعلم. يعني انت لا تريد ان تتراجع عن ما فعلته، يعني هذه هي. اذا كانت هي اخطات في حق نفسها فلا تخطئ انت في حقها، وربي ياخذ فيها الحق، واذا درت شي حاجه مع ربي ماشي مليحه ربي يخلص فيها. قال لك الشيخ شمس الدين اذا هي اخطات انت لا تخطئ في حقها، واش قال لك الشيخ؟ هي لو اخطات؟ قال لك اذا هي اخطات في حقك انت لا تخطئ، يعني لا تقابل الخطا بالخطا. انا وريت لي حقي، انا وريت للناس حاجه صرا لي لي فوتو كنت نبغي نحيدهم. اسمح لي. طيب سي عبد القادر خليك معايا، الضيوف الكرام حبوا يهضروا معك. تفضل. رانا الاثنين دقيقه فقط قبل ذلك عبد القادر